السلام عليكم. عارف ما كنبوصيش بزاف، مرة بقيت قالت ليا شوف ماشي كامل ما كيهمش. اليوم كاين فيديو محطو باقي تريندي، نتوما قريتو التايتل عارفين علاش كيدوي باك رومز. ما عرفتش شنو الكونسيبت ديال باك رومز، ما عرفتش مين جا الكونسيبت ديال باك رومز، حتى شنو هو هاد الباك رومز. انا نشرح لكم كلشي. الا كنتي عارف good for you man، غالبا تكون عارف من الجيمز، تقدر تكون عارف شي من الفيلم اللي حاليا يلاه خارج كاين في القاعات السينمائيه، فهمتي يعني. انا باقي ما تفرجتش فيه ولكن كيعاودوا عليه زوين. ولا تقدر تكون عرف شي من الميمز، عرفتي الميمز دابا راه لعبين واحد الدور كبير في الثقافه. مي محال واش كتعرف الكونسيبت اخي منين جاي. انا جاي اليوم نشرح لكم كونسيبت منين جاي. القضيه بدات في 2018 2019. ديك الوقيته كانت واحد الموجه ديال واحد ترند سميتها اولت رياليتي، يعني كيجي واحد كيعاود لك واحد القصه التجارب ديالو، ولكن التجارب عمرهم وقعوا وهذا الواقع عمره ما كان. ترونتي انا اشرح لك. وغنشرح لك واحد القصص اللي نورمالمون تشهروا ديك الساعه بزاف. وحده فيهم كنت قريتها في الاكس سميتها، اللي ما عرفتش شنو الاكس راه هو تويتر اخاي. ديك الساعه كانت سميتها ذا سان فانيشت. كتعاود على واحد خونا اللي كان بوست قال لهم الاخوان انا راه فاقش ما لقيتش الشمس، شي بلان في شكل، وكيلوح لهم التصويره ديال انا وراه كيطل من الشرجم ما كيلقى الشمس. كيفاش ميساجات كيوصلوا ما بين عشرانو، كيفاش ان راه برا واقع شي قرباله وهادشي كيما في الاخبار، وشوف ميريكان مرونه المعلم. وهادشي كامل كيخليك ديطاي في كل بوست، لدرجه ان بزاف الناس يقوا بداو كيقولوا ويلي خونا واش عايش معنا ولا عايش في شي عالم موازي ولا شنو هو البلان. هادشي كامل كان من الخيال ديالو، وهو كان مدخل مع الناس كاملين في ديك القصه ديالو نهار بنهار، وهكا تعرف شنو هي الالترناتيف رياليتي. واحد كيدخلك معاه في واحد القصه ديالو في واحد العالم ديالو بوحدو. وكانت واحد القصه اخرى ديال دير ديفيد، واحد خونا جا كيبوست يقول لهم اخوان انا راه عايش في واحد القنش وراه تحولت وكنحس بواحد الدري تابعني، ولكن راه عمري شفتو فيزيكلي، مره كيبان لي تصويرته هنا، مره كتبان لي لعيبه هنايا. هاد القصه هي من الخيال، وهو كان مدخلك فيها نهار بنهار، كل نهار كيعطيك الديتاي وكيخليك تعيش معاه دوك الاجواء. وهادشي كان زوين، هاد الكونسيبت كان ناضي الصراحه. قال كيخليك بحال انت كتعيش مع شي واحد القصه، ماشي غير كتقراها ولا كتسمعها. واحد النهار تبوسط واحد البوست في فورشان. بالنسبه للناس ما عارفين شنو هو ريديت وفورشان، هما واحد البلاتفورم اللي ما كتدخلش باش دير تعارف، كتدخل باش تعاود شي حاجه عندك ولا تطرح شي تساؤل. وهاد القضيه كتعجبني في هذا البلاتفورم بالضبط، منتدى كلمه اللي تفكرت دابا عالم. ما كيهمش ندير سميه ولا تصويره ولا كذا، كيهم انك تدخل تعاود شنو عندك. وهذا البوست كان فيه واحد تصويره وكان فيه واحد ديسكريبشن. نقول لكم شنو الديسكريبشن كيعود على واحد الاوفيس يعني بيرو، اللي دخل لي واحد خونا بالخطا. كيفاش دخل؟ قال لك دخل بواحد الطريقه اللي كيسميها الكليبين، اللي بحال تقليتشا. كان كيشوف واحد الضو في واحد الحيط وجا بغا يقرب ليه، طاح في واحد العالم، لقى راسو في هذاك العالم اللي سماه هو الباك رومز. علاش سماه الباك رومز؟ لحقاش ما خلف الجدار ولا ما خلف الروم ما خلف البيت، ما عليناش. ما كاينش سميه وانه من طاح في ذاك البيرو، لاحظ بان ذاك البيرو كامل في شكل، يعني في واحد اللون ديال الصفر غالب عليه، وداك الشيء غالبا بسبب البوله الصفراء. وفي واحد الصوت اللي مبرزط بحال ديال الكليمه وكيبقى يتعاود، ولا بحال الصوت اللي كتلقى عرفتي دوك الضو اللي كيكونوا في السبيطارات وكتسمع فيهم حطر هذاك الصوت. وكيقول لك قد ما جلستي بزاف في ديك البلاصه قد ما راسك كيضرك. خونا بغى يتسركل ويشوف كثر شنو كاين في داك البيرو، وقد ما هو كيتحرك قد ما كيلاحظ بان راه حيط كيشبه الحيط وروم كدير روم، وهذيك شي غادي وكيتعمق وما كيتقاداش. عرفتي تخيل ما بحال دخلت لواحد بحال شي حمام، وديك الحمام قد ما تدخل قد ما كتلقى باقي فيه بزاف ديال البيوت. بقى غادي وكيلقى راسو انه قد ما كيدخل كيتعمق قد ما كيتوضر، وقدم انه كي لوز الدايركشن، يعني كيف قد ديك الحس بالاتجاه، وقدم ما راسو كيضرو. كيعاود انه في ديك البلاصه تقدر تجلس شحال ما بغيتي، لقاش ما كاين لا مخلوقات لا حتى شي واحد، وما يمكنش لك اصلا تلاقى مع شي واحد تمايا. وكيقول لك ان باش تعيش كاين الماء ديال جوز الهند، وبختار كتلقى شي سناكس طايحين في شي قنت راندوملي الا كليتهم ما يطرى لك والو. وكيقول لك ان
الحل الوحيد باش تخرج من هاد الروم هو ان اما ترجع من البلاصه اللي تجليتي ودخلتي، ولا انك كتبقى كتقلب حتى كتلقى واحد الروم واحد الروم اللي نورمالمون كتلقى فيها باب ديال الاكزيت. الا خرجتي من داك الاكزيت ما كترجعش المعلم لداركم، كتمشي للليفل الاخر اللي تابع ديك الروم. وهذا الكونسيبت المهم الديسكريبشن اللي لاح معاه واحد الفوتو، وهاد الفوتو اللي غدير بوم في الانترنت اللي هي هادي. بزاف ناس ملي شافوها قالوا جاهم واحد الاحساس في شكل ديال الديجا فيو، فهمتي بحال ديجا كانوا تما، بحال ديجا شافوها في شي بلاصه. انا نيت ملي كطول شوفها في التصوير كتحس بها فهمتي شي حاجه تما بحال ديجا حنا نمشي بهاد البلاصه. وهادشي كامل كيرجع لواحد الكونسيبت سميتو ليمينال سبيسز اللي هما نورك واحد التصاور دابا قد ما طولتي فيهم الشوفه قد ما كتحس راسك انك ديجا كنتي تما، كتحس بواحد الاحساس ديال النوستالجيا، واحد الاحساس ديال الديجا فيو، بحال انك كنتي كتحلم وكنتي تحت ولا كنتي دزتي من هاد القنت ولا شي حاجه. المهم هاد البلاصه ما خافياش عليك. بزاف الناس جاهم هاد الاحساس كامل، وشي وحدين عندهم خيال مفرتق بداو كيديروا كل تصويره من التصاور كيعطيوها واحد الباك جراوند ستوري ديال الديسكريبشن كيفاش تقدر تدخل لهاد الباك روم، واش من ليفل يعني 9 8، واش خطير ما خطيرش، الكائنات اللي تقدر تلقى فيه كيفاش تعيش كيفاش تخرج منه. المهم كاع التعاليم اللي يقدروا خلاوك تزطط في هاد القنش. من بعد تكريتا واحد الويكي اللي بحال ويكيبيديا ولكن عندها علاقه غير بالباك رومز، يعني كيجي بنادم كيدخل كيكتب القصه ديسكريبشن انتيتيز كيعطي الديتاي ديال الديتاي على كل ليفل في الباك روم. الادمين ولا موديريتورز اللي عجبهم هذه القضيه كي اكسبتيو القصه ديالو وكيدخلوها في المعجم ديال الباك رومز وكتولي ليفل من ليفلز ديال الباك رومز. في الويكي اللي دخلتي غتلقى بزاف ديال ليفلز كل واحد والديسكريبشن ديالو بالديتاي، كنقول داكشي ناضي. وهاد الكونسيبت ديال الباك رومز بدا كيتعرف بزاف لدرجه ان بزاف تانسبيرا وطلعوا منه جيمز. وواحد خونا كاع شاف هذا الكونسيبت وقال علاش ما نديرش عليه شي فيديو في اليوتيوب، وداروا في 2022 ترى واحد الفيديو بحال فان ميدو 20 مصورينهم انه تكليبا ودخل في الباك رومز وعطى كيفاش زعما شافوا بحال فريمون طاح فيه. وهذا الفيديو مشى فايرال تقدر تلقاو في يوتيوب، ضرب شي 18 مليون ديال الفيو. وسبحان الله العظيم صوت دومينو افكت في 2026 اللي هو هذا العام الاي 24 خرج واحد الفيلم ديال باك رومز اللي تانسبيرا من الكونسيبت نيت. وشكون هو اللي داروا المخرج هذاك الدري اللي عنده 20 عام لا فيديو في يوتيوب ما عنده حتى اكسبيريونس في الاخراج، عطاه مليون ديال الدولار قال لي شوف طلع لنا فيلم. يعني هديت طلع لهم فيلم المعلم دابا حاليا غير في السيمانات الاولى اللي تلاح يعني جوج سيمانات واقيلا ضرب اكثر من 100 مليون ديال الدولار غير في الاوبننج ديالو. يعني واحد النجاح مفرقع. هادشي كامل كيرجع ان الناس كانوا ديجا عارفين القصه ومشاو بغاو يتفرجوا فيه ولا شي حاجه بحال هكا. وهذا هو الكونسيبت منين جا الباك رومز والديتاي اللي عارف عليه. نقدر ندير لكم واحد الفيديو اخر كان اكسبليني كل ليفل، ما باش نقول لكم يعني اكسبليني كل ليفل لحقاش راه كاين من 0 حتى ل 1000. ولا جيت نعاود راه ما يقدر فيديو يكون فيه شي 3 السوايع ويقدر يكون فيه شويه ديال الملل، مي حاولت نوصل لكم شنو هو الكونسيبت بخلاصه وعجاله، وهذا ما كان. ونشوفوا فيديوهات اخرين. يلا تشالي فراسك الباقص.